أحداث فيلمنا النهاردة بتدور عن قصة حقيقية لسنة 1988 عن نصاب محترف بيعرف يخدع اللي حواليه بمظهره الأنيق، وبيستغل الظروف السيئة للشباب وبيقدر يقنعهم إنهم يشتركوا معاه في عملية سرقة أكبر بنك في شيكاغو. خليكم معانا علشان نعرف النصاب ده عمل إيه بالظبط. بيبدأ فيلمنا مع جيرمي وهو في البنك وبيبلغ الموظفة إنه عايز يسحب مبلغ 80 مليون دولار، ولما بتتأكد إنه بالفعل المبلغ مسمع في الحساب بتوافق على الطلب. وبنلاحظ على جيرمي إنه متوتر أو قلقان من حاجة معينة، وبنرجع بالوقت لورا ب3 أسابيع وبنشوف جيرمي في شيكاغو عشان يحضر الذكرى العاشرة لوفاة أخوه ميريت، وهناك بيقابل مارشال ابن أخوه. وبعد ما بيرحبوا ببعض مارشال بيبص لعمه باستغراب وبيأكد لعمه إنه شايفه شخصية ظريفة جدا، ومش عارف ليه والده قبل ما يموت حذره إنه يقرب لعمه. ولما جيرمي بيسمع الكلام ده بيتضايق وبيمشي، وبنلاقي مارشال خرج بيجري ورا عمه وبيطلب منه إنه ما يزعلش، وبيأكد له إنه ملوش دعوة بكلام والده، وبيطلب مساعدته بإنقاذه من عصابة بتهدده لأنه استلف منهم مبلغ 100,000 دولار. وبيعرض على جيرمي إنه ياخد له كارد من البنك وهو هيقدر يسهل عليه الإجراءات، لأن في 3 من أصحابه شغالين في أكبر بنك في شيكاغو. فجيرمي بيهتم بكلامه وبيتفق معاه إنهم يتقابلوا كلهم مع بعض. وبعد كده جيرمي بيروح للبيت وبيشوف المكالمات اللي جات له، وبيلاقي مكالمة من مقاطعة السجون، وبيعرفوا إنه فاضل على المهلة اللي واخدها 20 يوم، ولو ما سلمش نفسه هم هيعرفوا يجيبوه بأي طريقة. والغريب هنا إن جيرمي بيكون قدامه ورق من أخبار إن في سرقات تمت من بنوك بمبالغ ضخمة جدا. والسؤال هنا ليه جيرمي محتفظ بالورق ده؟ وبنشوف جيرمي مع مارشال وبيفهم من كلامه إنه محتاج مبلغ كبير علشان مشروعه اللي بيكون إنتاج اسطوانات موسيقى الهاوس، وإنه علشان كده اضطر يستلف من واحد شغال في طرق غير مشروعة. ولما اتأخر عليه في السداد بقى بيضربه وبيهدده بالقتل بصفة يومية. وبيتقطع كلامهم لما أصحاب مارشال بيجوا اللي بيكونوا ريك ولادونا وداني. وبعد ما جيرمي بيعرف وظيفة كل واحد منهم إيه في البنك بيتحمس وبيعرض عليهم إنه يعزمهم على العشاء، وأثناء ما بيتعشوا بيفضل يكلمهم إنه قد إيه شغله مهم جدا. وبيحاول جيرمي إنه يدس السم في العسل وبيسألهم عن قبضهم اللي بيطلع قليل جدا قصاد تعبهم في الشغل، وبيحاول يحسسهم إنهم مهما اشتغلوا في البنك عمرهم ما هيتقدموا بسبب العنصرية اللي بيتعرضوا لها لاختلاف لون بشرتهم. وقبل ما يمشوا بيطلب منهم يتقابلوا مرة تانية علشان في فرصة ذهبية قدامه ليهم. وبعد ما بيمشوا بيكتب لمارشال شيك بقيمة المبلغ اللي مستلفه ومقابل إنه يشتغل معاه، وطبعا مارشال بيوافق بدون أي تردد. وفي اليوم التاني بتيجي المديرة التنفيذية وبتكلم ريك وبتعرفه إنه طلبوا إنه يشتغل بالنهار اترفض، وللأسف هيكمل في الفترة الليلية. وبتأكد له إنها حاولت كتير بس من غير أي نتيجة. وساعتها بيكون ريك متضايق لأنه حس بالاضطهاد من المسؤولين بسبب اختلاف لون بشرته. وبنروح لدونا وبتبقى وظيفتها تأكيد عمليات تحويل الأموال للعملاء. وبنلاقي جيرمي عند بيت تاني وبيشوفه بيتخانق مع زوجته بسبب إنها قربت تولد، ولحد الوقت ده ما قدرش يوفر لها سكن، وعايشين مع أخوها اللي دايما بيضايقهم. وبيروح عند ريك اللي بيتضرب عليه نار أثناء ما بيكون بيوصل والدته. والدور بعد كده على دونا وبيلاحظ إنها المسؤولة عن إخواتها الصغيرين، وبنعرف إن والدة دونا مش متحملة مسؤوليتهم تماما والعبء كله على دونا. وبنشوف جيرمي وبيقرر إنه يبعت لكل واحد من مجموعة الأصحاب كارت لوظيفة مرموقة، وبيحدد ميعاد المقابلة من غير ما يقول لهم عن اسمه. وبنعرف إن جيرمي استغل فرصة احتياج كل واحد منهم للفلوس، خصوصا إنه شاف ظروف ومعاناة كل واحد فيهم. وبنلاقي المجموعة أول ما بيروحوا للعنوان المكتوب بيتصدموا لما بيشوفوا جيرمي، وقبل ما يبدأ أي شرح للموقف بيطلب منهم إنهم يقعدوا، وبيعرفهم إن لكل واحد فيهم ظرف وفيه 500 دولار. وبيدخل في الموضوع على طول وبيعرض عليهم إنهم يستغلوا وظيفتهم في البنك وينقلوا الفلوس اللي في حسابات العملاء لحساباتهم الخاصة اللي هيعملها لهم. وأول ما بيسمعوا كده بيعترضوا فورا، وبيقوم مارشال وبيطلب منهم إنهم يسمعوه للآخر. وعلشان جيرمي يقنعهم أكتر بيفرجهم على صورة وهو في طيارة خاصة وكمان يخت، وبيقول لهم إن كل ده ملكه. وبعد ما كانوا خلاص هيمشوا بيغيروا رأيهم وبيفضلوا منتبهين لكلامه وكأنهم بيشوفوا أحلامهم اللي ما عرفوش يعملوها بقت خلاص قدام عينيهم. فجيرمي بيطلب منهم يفكروا قبل ما يبلغوه بأي قرار، ولو وافقوا هيخليهم أغنى شباب في العالم. وبيوجه الكلام لدونا بإن كل عمليات التحويل بتتم عن طريقها هي، وإن تحت إيديها كل الأرقام السرية بتاعت حسابات العملاء. وبيكمل كلامه إن كل عملية تأكيد محتاجة داني علشان يصدر الموافقة عليها، وبسبب كده بيعرفهم إنه واثق إن الخطة هتنجح واحتمالية الفشل ضعيفة. والخطوة الثالثة هتيجي من ريك بإنه هو اللي هيطلع إيصال التحويل. ولما لدونا بتسأله هيعملوا كده إزاي وكل مكالمات البنك بتبقى مسجلة،
بيعرفهم انه هيدرب ريك وداني على اصوات وطريقه كلام العملاء اللي هيستهدفوهم للسرقه، وبيطمنهم ان بعد ما المهمه تتم هيسافروا كلهم لجينيف. فالكلام ما بيعجبش لادونا وبتقرر انها تاخد ال $500 وتمشي، وجيرمي بيأكد لها انها خسرانه بس على الاقل هيكون معاها $500 والساعه رولكس اوريجينال. فلادونا بترجع في كلامها اول ما بتشوف الساعه، وزي ما يكون جيرمي واثق من كده وبيسيب لها ورقه وقلم وبيطلب منها انها تكتب اسماء العملاء اللي بيطلبوا تحويلات اسبوعيه، وبيسيبهم وبيمشي. وبنلاقي ان اثناء ما بيبقى جيرمي ماشي بيطلع 2 من الحراميه وبيتهجموا عليه، وفي الوقت ده بيكون مارشال واصحابه شايفين اللي بيحصل وخايفين وبيستغربوا اول ما بيلاقوا جيرمي عرف يتعامل مع موقف ويتغلب على الحراميه. وبنشوف المجموعه مع جيرمي وبيبقوا خلاص وافقوا على طلبه، وبتبقى لادونا مجهزه له القايمه اللي طلبوها، وبيبدا جيرمي يشرح خطوات الخطه، وبيبقى موجود صور لاكبر 5 عملاء في البنك، وبيبداوا باول واحد فيهم وبيكون اسمه مارك، وبيقول لهم انهم لازم يعرفوا تصرفاته ويراقبوا طريقته في الكلام. واول خطوه بيشرحها عملي وبيطلب منهم يشوفوه هيتصرف ازاي. بيروح يقف جنب 2 بيتكلموا مع بعض وبيكون معاه جهاز تسجيل، وبعد كده يذاكروا كويس طريقه كلامهم. وبتروح لادونا لمارك بصفه انها موظفه في التعداد السكاني، وبتتمكن انها تسجله من غير ما ياخد باله، وبعد كده بتسمعه لجيرمي والمجموعه. وبيتمكن ريك انه يوصل لطبقه صوت مارك بنفس الطريقه، ومارشال بيطلب من كل واحد في المجموعه بياناته كامله علشان يجهز جوازات السفر. وبنشوف جيرمي بيقعد مع المجموعه قبل تنفيذ الخطه بيومين، وكل واحد فيهم بيراجع مهمته بالظبط، وبيسلمهم اجهزه علشان يقدروا يتاكدوا من تحويل فلوس كل عميل لحسابهم بطريقه اسهل. وفي اليوم التاني بتسمع لادونا المديره وهي بتبلغ اللجنه التنفيذيه ان القسم بالكامل هيتحول كله وهيبقى الكتروني خلال 20 يوم. وبتروح تبلغ جيرمي بالكلام اللي سمعته، وبتعرفوا ان كل الميزانيات والتحويلات في مكتب المديره، ومحدش يقدر يدخل هناك غير اللي معاه كارت الدخول. فجيرمي بيقرر انهم بدل ما كانوا هيسرقوا 235 مليون هيخفضوا المبلغ ل 80 مليون بس، وبيقول لها على اسامي العملاء اللي هيستهدفوهم. وبنشوف جيرمي وهو قاعد مع اصدقاء قدام ليه وبيبقى اسمهم بيري وزونا، وبنعرف انهم واخدين موقف منه بسبب انهم كانوا شغالين معاه والمشروع خسر، والكلام ده كان من قبل 10 سنين. ولما بيقعد معاهم في الوقت الحالي بيطلب منهم يساعدوه في المهمه بتاعته مقابل انه هيعوضهم ضعف المبلغ اللي خسروه، وبيضطروا يوافقوا على كده. ومن ناحيه تانية بيكون ريك قاعد في مطعم وبيقابل مديرته بالصدفه، وبيبقى معاها زوجها وبتطلب منه يقعد معاها. وبعد كده بتعرف زوجها انه من اكفأ الموظفين واحسنهم، فزوجها بيعرض عليه انه يشتغل معاه في الشركه بمرتب كبير، فبيفرح جدا وما بيكونش مصدق نفسه. وفيما بعد بيروح ريك لجيرمي وبيسلمه بطاقه دخول مكتب المديره بتاعته، وبيبلغه باللي حصل معاه في المطعم، وبيقول له انه بيقرر ينسحب من الخطه لان الشغل ده فرصه عمره. ورد جيرمي عليه كان مقنع وكانه عارف ان ده هيحصل، وقدر يقنعه بالتخلي عن انسحابه من الخطه. والصدمه هنا لما ريك بيشوف الاتنين الحراميه عند جيرمي، ولما بيسالوا عن سبب وجودهم بيفهموا ان الفلوس كفيله تقلب كل الموازين، وبيسلموا جهاز تليفون ارضي علشان المهمه، وبيأكد عليه انه يفصل جهاز التليفون اللي في البيت. وبنشوف بيري في البنك وبنعرف ان دورها هي وزونا انهم يلهوا المديره لحد ما جيرمي يدخل المكتب بتاعها، وبالفعل بينجح انه يعمل كده. وبيكون ريك واقف مترقب اي حاجه تحصل، وبيروح جيرمي وبياخد كل ميزانيه البنك وبيقطع الاوراق اللي محتاجها من السجلات، وبعد ما بيخلص بيرجع كل حاجه لمكانها. ولما بيجي يخرج بيكون المديره في طريقها للمكتب، فريك بينده لها وبيفكرها انه عاوز يناقش معاها الموضوع اللي اتفتح في المطعم. وبعد كده بيخرج جيرمي بكل سهوله، وبنشوف كل شخص في المجموعه بيبداوا انهم يودعوا عيلتهم، وجيرمي بيمسح اي اثر ليه في البيت وبيستعدوا انه يسيبه. وبنيجي اليوم المهمه، وقبل الساعه ما تيجي 9 بيروح داني لزميله اللي بيمسك مكانه الشفت النهاري، وبيعرفوا ان جاب له المجلات اللي بيحبها، فبياخدها منه وبيطلب من داني انه يقعد مكانه في المكتب لحد ما يقراها. وبنشوف ان اول ما الساعه بتيجي 9 بيتصل جيرمي بالبنك وبينتحل شخصيه مستثمر وبيطلب تحويل مبلغ 22 مليون، وبيملي الموظفه رمز التحويل الخاص بيه وبتحوله للادونا. ولتاكيد التحويل بتتصل بريك على اساس انه الطرف الثاني اللي هيتحول ليه المبلغ. ولسوء الحظ الحراره بتقطع عند ريك اول ما بيرفع السماعه، وبيتوتر جدا وبيفضل يدور على اي مكان تاني في البيت ينقل فيه الفيشه، والحراره بترجع على اخر لحظه، وبيتكلموا بشكل طبيعي لحد ما بينجح التحويل الاول، والرصيد بيسمع في الحساب. وبيعملوا كده مره تانية وتالتة لحد ما المبلغ يكمل 80 مليون. وفي الوقت ده بيتصل جيرمي بالاداره بتاعه البنك اللي اتضاف فيه الفلوس، وبيرفضوا اي سحب من غير ما يروح البنك شخصيا ويمضي انه استلم. وفي وقت تاني بالليل بيكونوا المجموعه في الفندق ومستنيين جيرمي، وبيبقوا متضايقين بسبب تاخيره عليهم، وبيكونوا شاكين انه بعد ما ورطهم سافر لجنيف. وفي اليوم التاني بتكتشف المديره التنفيذيه ان في غلط في الميزانيه، وبتتصل بقسم التحقيقات. ومن ناحيه تانيه بيوصل جيرمي للمجموعه وبيعتذر لهم على التاخير، وبيسلم كل واحد فيهم الباسبور
الباسبور بتاعه. وبنرجع للمشهد اللي بدأنا بيه الفيلم بوجود جيرمي في البنك وبيطلب استلام فلوسه، فبيدخل المدير والمدير بيعرفه ان المبلغ كبير وممكن يكون صعب سحبه مرة واحدة. وفي اللحظة دي بيبان على جيرمي القلق مع انه بيحاول ان يكون متماسك. وبعد كده بيتصل جيرمي بالمجموعة وبيعرفهم ان خلاص الفلوس اتحولت. وبنشوف المجموعة في المطار وبيبان عليهم التوتر. وفي لحظة التأشيرة على جوازات السفر بيتفاجئ جيرمي ان داني مش موجود مع باقي المجموعة، فبيروح يدور عليه بيلاقيه بيتكلم في التليفون وبيعرفوا انه بيكلم زوجته. وفجأة الشرطة بتيجي وبتقبض عليهم كلهم. وبنكتشف ان داني حكى للشرطة كل حاجة من الأول ومتفق معاهم على كل الخطوات اللي حصلت. وبنعرف انه مسجل لجيرمي اعتراف ليه ان الفلوس اللي اختلسوها من البنك اتحولت لحسابه الخاص علشان القضية تبقى كاملة الأدلة، مع العلم ان اتفق مع الشرطة ان اصحابه ما يتأذوش. وبعد فترة بتطلع الشرطة في لقاء صحفي وبتعرفهم انهم رجعوا معظم الفلوس. واخيرا الشرطة بتؤمر بحبس جيرمي في اكتر من قضية. ولحد هنا بينتهي فيلمنا النهارده. اتمنى الفيلم يكون عجبكم. يا ريت ما تنسوش لو عايزين اي ملخصات تانية تسيبوا لنا اسم الفيلم اللي عايزين نلخصه لكم في الكومنتات تحت. باي.